ما فيش أروع ولا أجمل من كعك الأساور الفلسطيني. يلا نعمله بطريقة مبتكرة سريعة وكمية ومقدار على قد الإيد، مش راح يبلشكوا بكمية العدد والصواني. يلا نعمله على السريع. شوفوا بسم الله، شوفوا لي الجمال، شوفوا التفاصيل اللي بتجنن، شوفوا الجمال والتفاصيل الخطيرة. شوفوا بسم الله ما شاء الله قديش هش وبيجنن. شوفوا خطير، شوفوا قديش لونه ذهبي من فوق ومن تحت، بيجنن. شوفوا خطير، شوفوا قديش بيهش وبيدوب ذوبان. شوفوا بيدوب ذوبان. بتمنى يا رب تعجبكم، وصفة معتمدة خطيرة بتجنن. أول خطوة حبيباتي، هنا عنا 3 كاسات من السميد اللي دي البسبوسة يعني الناعم. شو رح نعمل؟ رح نضيف عليه كوب من الزيت النباتي. بسم الله. رح نضيف عليه كوب من السمن البلدي أو السمن الحيواني الطبيعي. وشو رح نعمل؟ راح نغلف جزيئات السميد بالمادة الدهنية. بسم الله. نحاول نبس كده انه نغلف كل جزيئاتها بالمادة الدهنية من الزيت النباتي والسمن الحيواني البلدي الطبيعي. بإمكانكم كمان بدل زيت عباد الشمس أو الذرة زيت زيتون، المهم يعني زيت نباتي أي نوع تفضلوه. بعد ما غلفنا السميد بالمادة الدهنية اللي بدرجة حرارة الغرفة ضروري، رح أتركها كده بالمادة الدهنية تتشرب كل جزيئاتها لمدة 2 ساعة، وبعد كده أبدأ أطبق بقية المكونات عليها ونشتغل فيها على السريع. هنا حبيباتي عنا للعجوة أو حشوة الكعك الفلسطيني شو عنا؟ بنجيب هنا قالب من العجوة، هنا أنا قطعته قطع صغيرة، بنحط عليه معلقة كبيرة من دقة الكعك أو بهار الكعك، معلقة كبيرة من السمن الفلاحي، معلقة كبيرة من السمسم المحمص، ورح عجينهم كتير كويس مع بعض. بعد ما مضي من الوقت 2 ساعة على السميد وهو متشرب بالمادة الدهنية، رح نضيف هنا بعد 3 كاسات السميد 3 كاسات من الطحين الفاخر المنخول. نضيف بقية المكونات الباودر. عنا 3 معالق كبار من السمسم، 3 معالق كبار من اللبن الباودر الحليب الباودر، 3 معالق كبار من دقة الكعك أو ريحة الكعك أو بهارات الكعك. رح نضيف كمان معلقة صغيرة من المحلب. بسم الله. نص معلقة صغيرة من الخميرة، كوب من المية الدافية. رح ننزل بالتدريج. بسم الله. نص الكاسة ونقلب. رح نقلب بالهداوة من تحت لفوق، من تحت لفوق كده زي ما واضح قدامكم، من تحت لفوق. بسم الله. ما بنعجنش عجن، من تحت لفوق انه نجانس المزيج بالمكونات مع بعض من تحت لفوق. بسم الله. زي ما واضح قدامكم بدت عجينتنا تلم. لمنا عجينتنا كيف بنعرف ان هي تمام؟ شوفوا لما نشكلها تبقى كده تمام ومتجانسة معنا زي ما واضح قدامكم. دلوقتي عنا عجوتنا اللذيذة بعد ما عجناها بنبرمها كده انه تصير على شكل اصابع. وشو رح نعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رح ناخد كده جزء من عجينتنا الحلوة ونفردها زي ما واضح قدامكم، ونضيف عليها قطعة من العجوة. بسم الله. وراح نبرمها زي ما واضح قدامكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتير كويس. ونسكرها كده. بسم الله زي ما واضح قدامكم، واكمل باقي القطع زي ما واضح قدامكم كده تبقى شكل سيركل دائري. خلصت كعك الاساور، برصصهم بالصينيه. مش ضروري انه ندهنها الماده الدهنيه، بنكتفي بالماده الدهنيه اللي جوات الكعك، مش راح يلزق يعني بالصينيه. ولو ملاحظين انه هنا انا ما ضفتش سكر بالعجين، اكتفيت بالعجوه عشان بحب نسبه السكر تبقى معتدله. وبنخبزها على درجه حراره متوسطه
بدرجة حرارة 180 لحد لما يصير لونها ذهبي من تحت ومن فوق. بيهشهش وبيدوب ذوبان. شوفوا بيدوب ذوبان. بتمنى يا رب تعجبكم، وصفة معتمدة خطيرة بتجنن.